عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكما العاده ودائما نلقاكم هذا الفيديو هذا في افضل واحسن الاحوال. معكم محمد، فيديو جديد. كما العاده نحاولوا نشاركوا مع بعضياتنا بعض المعلومات اللي غادي يفيدوا بعضياتنا، لان لوبجيكتيف ديال هذه القناه هذه اون فان كونت سي انني نشارك معكم الحويجات اللي انا قريت تعلمت، لان فهمتيني كنقرا بزاف هادشي ديال السيلف ديفلوبمنت، الكتوبه، العباد، كذا كذا، التنميه الذاتيه الى غير ذلك. دونك اي حاجه قريتها، اي حاجه تعلمتها غادي نحاول نشاركها معكم. مادام في لونطوراج ديالي يعني ما كاينش بنادم اللي انتريسي بهادشي اللي انا انتريسي به، دونك قلت علاش لا نحاول نكري هاد لاشين هادي، ومنها نحاول نشارك معكم نتوما. ربما هاد الهضره هادي تلقى واحد الناس اللي تا هما انتريسي بها. اوكي، دونك اللي بغينا نهضروا عليه في هذا الفيديو ديال اليوم هي واحد الحاجه اللي ولينا كنلاحظوها بزاف، سيرتو في لا جينيراسيون الجديده، الدراري الصغار اللي يلاه طالعين جداد، هي تخسر الهضره بزاف، السبان وتخسر الهضره والمعيور، ولا تخسر الهضره كانه شي حاجه اللي هي عاديه. الا رجعنا للور مثلا، كنهضروا مثلا على الجيل ديالنا حنا، الجيل ديال التسعينات، كانت انك تخسر الهضره شي حاجه اللي عيب صعيبه، يعني ما تبغي تقول شي هضره ولا لا، حتى لا زلقات لك شي هضره اللي هي خايبه تبقى تدور راسك ما سمعك شي واحد ولا لا. دابا ولينا كنسمعوا تخسر الهضره والسبان فين ما مشيتي، بل اكثر من ذلك ولينا كنسمعوا حتى في شي بلايص اللي نورمالمون من المفروض انها تكون بلاصه اللي كنتعلموا فيها وكنتربوا فيها كنتعلموا فيها كما قلت، وكناخذوا فيها لي فالور ولي برانسيب ديالنا كمواطنين ديال واحد المجتمع اللي مجتمع محافظ وعنده الديانه ديالو الى غير ذلك. ولينا كنسمعوا في مؤسسات تعليميه، داخل المؤسسات، تخسر الهضره والسبان اللي عيب وعار اننا نسمعوه في اي بلاصه كيف ما كانت، في الزنقه، في الشارع، فما بالك داخل المؤسسات التعليميه. شيء غريب جدا كما قلت لكم، شي حاجه اللي هي غريبه جدا، وماشي شي حاجه اللي حنا كنفتخروا بها ولا خصنا نفتخروا بها، لان دي ظاهره خايبه بزاف، ظاهره خطيره اللي خصنا نتصدوا ليها كاملين. للاسف الشديد عوامل كثيره ساهمت في هذه القضيه هذه. السوشيال ميديا بالدرجه الاولى، المؤثرين والمؤثرات البعض منهم الله يسمح ليهم، اللي عوض ما يعاونوا ويساهموا في بناء الاجيال كيساهموا وكيعاونوا وكيخربوا هاد الاجيال هادو. انا ولينا كنلقاو قنوات في اليوتيوب دي ستريمر، دي يوتيوبر اللي الفيديوهات ديالهم كلهم تخسر الهضره والسبان. بيان سور ملي غادي يجي واحد الدري صغير اللي ما عارف والو غيتفرج في هذا ويعاود يتفرج فيه، يتفرج في الاخر، غيسحاب ليه واش هذه شي حاجه اللي هي عاديه. لان ملي كنهضروا على هاد التلاميذ هادو ولا على هاد الدراري هادو، راهما ضحيه ديال بزاف ديال العوامل، بزاف ديال الظروف. العائله خصها تقوم بالدور ديالها، الوالدين خصهم يقوموا بالدور ديالهم، واخا الله يكون في العوان الوالدين في هذا الزمان هذا وفي هذا الوقت هذا، اللي باغي يربي شي ولاد في هذا الزمن ديال السوشيال ميديا وديال وسائل التواصل الاجتماعي. واحد المهمه اللي صعبه جدا، بل نقدروا نسميوها مستحيل، انك تنجم هذوك الوليدات وكما تنقولوا تخرج هذيك السفينه لبر الامان. هي واحد المسؤوليه كبيره 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 بزاف، لان عايشين في واحد المجتمع اللي كل شيء داير بينا غير الحاجات اللي هما خايبين للاسف الشديد. انت ملي كتحاول تربي ولادك على شي حوايج اللي هما ايجابيين، كتولي انت غريب وسط واحد الحاجه اللي ولات نورمال، واخا هي ما خصهاش تكون نورمال. لهذا نداء ورساله لاي واحد عنده شي وليدات، اي واحد في اي واحد كيما بغى يكون في شي منصب ولا في شي مكان اللي هو عنده كما تنقولوا مسؤول على واحد الجيل ولا واحد لا جينيراسيون اللي جديده ولا اللي باقا صغيره، حاولوا يوصل لهم هذه الفكره هذه. راه تخسر الهضره والسبان ماشي شي حاجه عاديه، وشي حاجه اللي خصنا نحشموا منها. وما خصناش كما تنقولوا نفتخروا اننا راه تنديروها ولا تنقولوها. هادشي اللي بغيت نهضر عليه في هذا الفيديو هذه. كما قلت لكم هذه ظاهره لاحظتها بزاف، ظاهره خطيره جدا، خصنا نتصداو ليها
وخصنا نوعيو ونحسسو بان هذا الشيء راه ماشي عادي وماشي نورمال وماشي مقبول. اوكي، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هادي. نتمنى لا الفيديو تعجبكم، خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير وتهلاو في راسكم ونشوفكم في لا فيديو الماجي. بيس اوت.